ازيكم؟ النهارده هنطير على روما وهنجيب طبق مولع هيولع في اي حد هيجي ناحيته. لا بهزر، النهارده هنعمل بينا الارابياتا. انا ايساك وده مطبخ لافوركيتا. اول حاجه هنبدا بالمقادير. 200 جرام مكرونه قلم، 250 جرام بيلاتي او طماطم متقشره، فصين توم، فلفل حار او فريش اللي عندكم، شطه، وبقدونس اختياري هنحطه في الاخر على الطبق. اول حاجه هنعملها هنقطع التوم. طيب زي ما قلنا قبل كده، الناس اللي بيبقى عندها مشاكل في التوم، في دي شايفين في خط هنا كده، دي روح التوم. دي ساعات الناس اللي بتتضايق من التوم وبتعمل لها مشاكل في الهضم، عادة بيبقى هو ده السبب، الروح ده. احنا هنشيله كده وهناكل التوم من غير اي مشاكل. وهنبدأ نقطع التوم بتاعنا شرايح رفيعة على قد ما نقدر. اول حاجة هنعملها ان احنا هنشغل على المية تغلي، عشان الوقت لحد ما المية تغلي نكون احنا بدأنا نحضر الصلصة بتاعتنا. هنيجي في الطاسة نحط شوية زيت زيتون، وهناخد التوم ونبدأ نحطه في الزيت. طبعا انا لسه ما شغلتش على النار، كله على البارد. هنيجي بقى للفلفل الحار. دي طبعا بتبقى على حسب الرغبه وحسب انتوا بتحبوها هي مشطشطه قد ايه. هي الارابياتا عشان هي الارابياتا بالعربي يعني غاضبه، فالمكرونه بتبقى غاضبه جدا، هي بتبقى حاره وبتخلينا وشنا احمر زي الواحد الغاضب يعني. فطبعا دي بترجع لحسب الذوق. انا بحب الحاجه شويه مشطشطه، فهحط لي 4 فلفلات. هنولع نار النهارده. حط الفلفل. دلوقتي هنشغل على الزيت بتاعنا ونخليه بالراحه واحده واحده على مهله، علشان انا مش عايز احرق التوم ومش عايز احرق الفلفل بتاعي، لان اللي هيحصل ان الفلفل هيتحرق او التوم هيتحرق، هيبتدوا يسيبوا مراره في الطبق معايا، وطبعا ده هيبقى يعمل طعم مش كويس ومش ده اللي احنا عايزينه. دلوقتي بقى هنيجي للبيلاتي. البيلاتي هي عباره عن طماطم متشاله منها القشر، فلو انتوا ممكن تلاقوها في السوبر ماركت. لو ما لقيتوهاش هتجيبوا الطماطم وتغلوها شويه وتشيلوا القشر بتاعتها. ولو حابين وصفه خاصه بكل تفاصيلها قولوا لي تحت في الكومنتات وانا اعملها لكم. هم هنا عاده بيعملوا ايه؟ بيمسكوا الطماطم كده ويبتدوا يفعصوها، دي العادات بتاعتهم يعني. فاحنا هنمسك الطماطم بتاعتنا ونقعد نفعص فيها لغايه لما تبقى عصير. طيب تمام، دلوقتي الزيت بتاعنا وصل لدرجه الحراره تمام، ان هو بدانا نشوف التوم بتاعنا دلوقتي بدا يستوي. فدلوقتي هننزل بالطماطم بتاعتنا ونقلب. حلو. دلوقتي نحط شويه ملح، مش هنحط كتير عشان انا عايز اظبط الملح بتاعي لما الصلصه تتسبك، علشان لما بتستوي كتير بتبقى مركزه اكتر، فممكن ان احنا نخاطر ان الملح يزيد معانا والصلصه تملح. نحط شويه فلفل، قلب. طيب نسيبها على النار قد ايه؟ الموضوع دوت
هيعتمد على كميه الميه اللي عندنا في الطماطم. طبعا كل ما كميه الميه تبقى اكتر كل ما دوت هيحتاج معايا وقت. في المتوسط بنحتاج حوالي يعني من 10 ل 13 دقيقه، فده معناه ان هو الوقت اللي هيستوي فيه المكرونه بتاعتنا ان شاء الله يبقى الصلصه بتاعتنا متسبكه وجاهزه. حلو، الميه بتاعتنا بدات تغلي، هنحولها دلوقتي ميه بحر. بهزر. هنحط ملح، ودي حاجه مهمه جدا ان الميه المكرونه تبقى متملحه كويس. ونحط المكرونه. طيب المكرونه دي بتستوي في 11 دقيقه، احنا هنطلعها الدنت. يعني ايه الدنت؟ يعني هطلعها قبل ال 11 دقيقه بدقيقتين 3، يعني بنتكلم مثلا في 9 دقائق، علشان انا عايز اكمل اخر دقيقتين 3 في الصلصه. دلوقتي هنستنى ال9 دقائق وهرجع لكم اول ما المكرونه تبقى جاهزه. طيب تمام، دلوقتي هنشوف ونبص على الصلصه، هنلاقيها بالمنظر ده. اول ما تلاقوا الصلصه وصلت ان هي بتعمل الفقاعات دي كده، اعرفوا ان التسبيكه بقت تمام وان الصلصه بقت مظبوطه. حلو، دلوقتي ندوق عشان نشوف لو الصلصه بتاعتنا تمام. ناقصه شويه ملح بس. تحفه. مولعه نار. تمام، دلوقتي ندفع المكرونه ونبدا نحط المكرونه في الصلصه. نقلب المكرونه بتاعتنا. دلوقتي المكرونه بتاعتنا جاهزه، يلا نحضر الطبق. دلوقتي الطبق بتاعنا جاهز، وده معناه ان انا وصلت للاكتر فقرة محببة الى قلبي، او ان انا ادوق. فعلا شكلها تحفة. مولعة. بجد تحفة، نار. أنا حاسس دلوقتي دماغي هتنفجر. لازم تجربوها. شاركوني برأيكم في الكومنتات تحت، ولو عندكم أي أسئلة أنا طبعا هبقى مبسوط وأنا برد عليكم. لو عجبكم الفيديو ما تبخلش عليا بلايك، اشترك في القناة، وأشوفكم في وصفة جديدة مع لا فركاتا. تشاو.